بصوا يا جماعة، لازم كل يوم نفضل تانك كده بتاع الكمبرسور. تمام. علشان خاطر أولا المية اللي نازلة دي كلها منه. تاني حاجة، السكس بلف ده ما يبقاش مضغوط. لازم تفضل الهواء علشان خاطر السكس بلف ده والماسورة اللي جاية من البستم. تمام. اما تكون فاضية تبقى فايقة، ما تبقاش كاتمة على الراس. فبالتالي بتبقى غلط على البستم وغلط على الشيك بلف اللي هو هنا ده. تمام. لان طبعا الشيك بلف بيدخل هواء ما بيرجعوش تاني، فبيتنه مضغوط وقافل على الهواء ان هو ما يرجعش تاني. فانت دايما كل يوم الصح انك تفضي الهواء بتاع الكمبرسور منه، ان انت تفضي المية بتاعته زي كده وتحافظ على الخزان من الصدى. ومنه الحاجة التانية ان انت تحافظ على اهم حاجة الراس بتاعة الكمبرسور. ما تخليش البستم مخنوق، تخلي البستم فايق. ما يبقاش الهواء ضغط على البستم وضغط على المواسير وعلى الشيك بلف ده. تمام. فدايما كل يوم الموضوع مش هياخد منك اي حاجة. تفضي الهواء. قلنا للمستيل الاتنين دولت في كلتا الحالات، الاتنين في مصلحة الكمبرسور عشان يبقى عمره معاك أطول ويعيش معاك فترة طويلة. لأن طبعا الكمبرسور هو رأس مالك وهو أهم حاجة في العدة بتاعتك. والنهاردة الكمبرسور بقى يعمل مبلغ كبير جدا، غير زمان كان بيجي ب1500 وب2000. النهاردة ولا 10000 ولا 15000 كمان. فالأسعار راحت في داهية. فاللي معاه حتة عدة النهاردة يحافظ عليها بإيديه وأسنانه ويشوف يهتم بيها زي ما بيهتم بنفسه، علشان خاطر ان هي تعيش معاه، وعلشان خاطر هو من غيرها ولا هيعرف يشتغل ولا له اي لازمة. تمام. ودي كانت حاجة كده بسيطة حابين ننزلها لحضراتكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.